تعالى اقعد معانا. امم حكاية حكاية حكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. صلوا على النبي واذكروا الله. طبعا النهاردة هنبدأ كده نعمل ايه؟ طريقة البيتزا. ماشي، طريقة سهلة وبسيطة جدا. وهنعمل معاها برضو، هنعمل يعني من حشوة البيتزا هنعمل منها برضو شاورما. وهنعمل حاجات حلوة يا حبايبي، تابعوا الفيديو معايا كده. اول حاجة هجيب دقيق او طحين. هنخله كده. طبعا انا مش شاريه الدقيق ده عشان انا مش هقدر اقول لكم هو مقداره كام. انا بعمل بالنظر كده، انا عارفه انا مقداري كام، فببقى عارفه الحاجه يا حبايبي. طبعا اللي عايز يعمل كيلو او نص او كده ده على حسب براحته. طبعا هنجيب الدقيق طبعا وهننخله، وهقسم الدقيق كده. هجيب حبه في بوله صغيره وحبه طبعا هعملهم عشان هعمل منها البيتزا اللي هي دي. وهعمل منها ان شاء الله كام بتاعه برجر كده. فانا هعمل الطريقه ازاي ان شاء الله. هنحط لبن بودره، سكر، ملح، خميره فوريه. اللهم صل على النبي. زيت وخل. الخل ده بيبقى محسن للمعجنات. ماشي. وهنعجن كويس بالميه لعند ما العجينه تلم معانا. وبعد كده العجينه التانية هعملها بميه سخنه. مش هحط عليها خميره، بس هعجنها بميه سخنه. ماشي يا حبايبي. دي حاجه هركنهم بقى على جنب لعند ما يخمروا كده ويرتاحوا. تاني حاجة عندي كده فلفل وعندي شطة وعندي بصل وعندي طبعا الفراخ اللي انا طلعتها، اللي انا كنت مفرزاها معاكم امبارح. طبعا وانا بعمل الفراخ المسلوقه بالشوربه بلسان عصفور. انا كنت عملت نص الفرخه، خليتها معاكم، وقلت هعملها ان شاء الله بكره في البيتزا دي اهي. انا كنت طلعتها طبعا، كنت حطاها في التلاجة في التتبيله كده. وكنت عندي فلفل الوان كده في الفريزر، طلعته وقشرت بصلتين كده، خرطتهم شرايح وعملت عليهم قرنين شطه. وحطيتهم في الطاسه كده، حطيت الزيت في الطاسه، حطيت عليهم البصل يتبل، وبعد كده حطيت عليهم الفلفل الالوان وطماطميه كده، وحطيت عليهم الشطه. اتبلوا مع بعض شويه. وبعد كده حطيت عليهم الفراخ وسبتهم بقى يا حبايبي مع بعض، وحطيت عليهم شويه بهارات كمان. وبعد كده لقيت العجينه بتاعتي اختمرت. جبتها كده قسمتها. هعمل منها كام كوره، 3 4 كور كده. زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على النبي للبرجر. لان طبعا اولادي برضو طالبينه، فبس انا مش هعمله النهارده. انتوا ممكن تعملوا الحاجه، تعملوا منها كام حاجه والله يا حبايبي وبنفس الطريقه، وبتبقى حاجه حلوه برضو موفره في البيت. هعمل البيتزا كده وهخرمها علشان طبعا ما يعني ما تعلاش معايا، تبقى زي العيش عشان ما تخمرش معايا زياده. وبعد كده هحط الكاتشب بتاعي والصلصه. لو انتوا عايزين تعملوا صلصه للبيتزا ماشي، مش عايزين عندكم اي صلصه متوفره او صلصه جاهزه ممكن تحطوها عادي. احنا طبعا عملناها كم مره مع بعض. وهنحط الجبنه بتاعتنا تحت، وهنحط الخلطه اللي احنا عملناها. وبعد كده هنكون مولعين الفرن ونحطها في الفرن. دي حاجه. تاني حاجه انا عملت العجينه بتاعتي اللي انا عاملاها دي. هي عجينه بسيطه، وانا عارفه ان هي هتبقى مش كتير، لان انا طبعا مش عايزه اعمل منها كتير، انا عامله بيتزا. فانا هعمل بس عامله حسابي ان هم يبقوا ايه 3 كور او 4 كور، وهم فعلا طلعوا 3 4 كور. عملتهم هيبقوا 4 رغيفة. ماشي. هنعمل بيهم عيش الشاورما. طبعا انا بسيبهم يرتاحوا، وبعد كده بكورهم واحطهم في الدقيق كده، وارجع احطهم يرتاحوا تاني شوية. طبعا عما تكون البيتزا استوت هكون انا بدأت ان انا افرد فيهم طبعا، لان انا هعملهم على البوتاجاز من فوق، مش هعملهم في الفرن. فانا كده حطيت البيتزا لما الفرن بتاعي سخن، قعد سخن. وبعد كده انا كان عندي شويه سوداني من اللي هم بتوع العيد، ما كنتش لسه جليتهم، فانا قلت والفرن ساخن بالمره اقوم جاي جليهم. والله صل على النبي كله مع بعض يا حبايبي. يعني نستغل الوقت. ماشي. لان الجو حر، والواحد لما بيدخل المطبخ بيبقى حران ومتضايق، فيعني نعمل حاجه بسرعه كده وننجز ونطلع، عشان ما نتعبش في الحر ده برضه. وانا طبعا انا حامل وكده، كل اللي زيي طبعا فمش بيستحملوا الحر. والله يعينهم بقى. كده اللهم صل على النبي. انا فردت العجينه بتاعتي، حطيت دقيق على الرخامه، والرخامه طبعا نظيفه يا حبايبي. اللي هيقول انت بتعملي على الرخامه، الرخامه نظيفه، وانا مسحاها ومعقماها.
مش بعمل عليها اي حاجه الا اذا كنت مسحاها او معقماها الاول، وبعد كده بحط دقيق وبفرد عليها. هي بالنسبه لي اسهل من اي حاجه. بكون انا حاطه طبعا صينيه كده على البوتاجاز او حوجي او اي حاجه عندي متوفره، بقوم جايه حطاها تسخن، وبعد كده لما بفرد العجينه بتاعتي تبقى رغيف كده عيش، بقوم جايه حطاه في الطاسه على طول، يعني يشمع كده، واقلبه على الناحيه التانية، ولما يبقى فيه النقطه اللي هي الصفرة دي بطلعه. بعد كده البيتزا بتاعتي كانت خلاص استوت، وانا ايه حطيت عليها حبه جبنه تاني من على الوش كده وزجيتها في الفرن يسيحوا. وبعد كده انا خلاص كنت ده اخر رغيف بعمله. هم 4 رغيفة مش كتير. وبعد كده انا حطيت العيش اللي هو ده اللي انا عاملاه عشان ابقى اعمل بيه للاولاد برجر. طبعا انا كان عندي استعداد ان انا اشتريه، بس في الوقت ده انا قلت انا كده كده اعمل عجينة وتنفع برضو للبرجر، فانا هستغل العجينة يعني، بدل ايه ما اطخ مشوار عشان ان انا اروح ولاد صار او كده، او اجيب حاجة زي دي مثلا بسيطة. فالعملية مش مستاهلة يا حبايبي، والله اقل حاجة في البيت بتتعمل مش لازم تبقى زي بره بالظبط، بس بتفرح الاولاد وبتبقى يعني ما شاء الله بتبقى احلى من بره 100 مره، وبيبقى فيها بركه. والله يا حبايبي، والله الاكل ده اللي انتوا يعني هتشوفوه حاجه بسيطه، بس والله كفينا وتعشينا منه وفوق. شايفين العيش طلع ما شاء الله، وانا اديته لون من تحت حلو كده. واللهم صل على النبي، انا لفيت العيش بتاعي، شايفين كان ما شاء الله يعني بتمسكيه في ايدك كده تلويه وتفرديه، ما بتقطعش، ما بيحصلوش اي حاجه. حطيت فيه بقيت الخلطه اللي هي بتاعه البيتزا اللي احنا هنعملها شاورما. هشغل التوستر كده وهعملها فيه، الفها واحطه فيه يتحمر ياخد لون كده. وبعد كده يا حبايبي انا هحط على العيش اللي هو بتاع الهمبرجر ده، ده يا هحط ولاد، عليه يا خلطه ولاد مش مبلوله هنحرم كده. منكم ابدا ابدا. جايب لنا البيبسي وجاي شايله كمان. ايه ده يا ولاد العالم ده؟ ايه الناس الفلاحه الحلوه الاصيله دي؟ وانت جايب لنا ايه يا ابله؟ مالك الصينيه انت اللي جايبها لنا النهارده؟ يا ولاد شايفين العسل؟ ميرسي ميرسي يا حمود. يلا يا حلوين، ده ايه العسل ده؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايه الغدا الجميل ده يا ولاد؟ البيتزايات والحاجات الجميله. شايفين يا ولاد؟ شايفين؟ شايفين؟ ما صلى على النبي، اللهم صل على النبي. اهي بيتزا بتتكلم عن نفسها. ودي ايه لولو؟ بصي دي تتاكل لوحدها كده. تاكل لوحدها كده على طول. السندوتش ايه في السريع. والله تعالوا اتغدوا معانا يا حبايبي، وايه مش تنسوا البيبسي بتاع حمودي. تعال غدا معانا، اتفضلوا. غدا على ما جسم كده. انتوا شفتوا معايا يا حبايبي، ده كان غدانا البسيط. وتعالوا اتغدوا معانا. كان الاولاد فرحانين بيه جدا، يعني انا عملت لهم البيتزا في البيت وعملت لهم السندوتشات الشاورما، وكانوا بقى مبسوطين يا حبايبي. وجبت لهم بيبسي وجبت لهم شيبسي زي ما هم طالبين بالظبط ونفسهم، بدل ما اروح محل واصرف الشيء الفلاني. لا، طب ما انا اقدر اعمل اي حاجه في بيتي وولادي يفرحوا بيها ويتبسطوا بيها وتبقى احلى. وبالهنا والشفا ليهم. طبعا انا اقدر اعمل لهم كل اللي هم نفسهم فيه، وربنا يبارك فيهم بس الاول، ده اهم حاجه يا حبايبي. هتغدوا معانا. شايفين؟ والله هو سخن، مش متحمله ان انا امسكه. شايفين؟ ما شاء الله. ولا اروع والله العظيم من كده يا حبايبي. شايفين العيش؟ شايفين؟ مش تعالوا اقعدوا معانا. حكاية حكاية خالص. زي ما انتوا شايفين معايا حمدي كان بيعمل ازاي، وكان مبسوط جدا، وملك كانت واقفه بتصور ومش كانت صابره. والله العظيم يا حبايبي حاجه بسيطه بتفرحهم. وده كان غدانا البسيط. وكنا كده خلاص بعد العصر بقى كده طلعت اقعد في البلكونه شويه كده في الهوا، كنت باكل شويه ترمس كده، وكان الاولاد بيلعبوا في الجرن ورا. وبعد كده بالليل بقى بالليل جبت لهم فاكهه كده، شمام وعنب ومانجا، وكان خلاص كده حمدي بيوريكم الرقصه الشهيره بتاعته.